السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. وحشني بقى الفيديو، للأسف اتأخر عليكم، بقالي كتير ما بنزلش. الموبايل كان حصل فيه مشكلة بصراحة، يعني هو بصراحة من ساعة ما وقع هو ما بقى مشاكل، ما بقاش الحاجة اللي بتتفتح ما بترجعش تاني، الموبايلات عامة. بس الحمد لله بقى، يعني وديته تصلح تاني وربنا يسترها بقى. بس يلا بقى، قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوناش بقى باللايك وبسبسكرايب او الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مننا. النهارده ان شاء الله بقى، يعني الفيديو ده طبعا متأخر عنكم شوية عشان خاطر ده كان قبل العيد. يعني تنظيف رمضان دوت، وان انا اشيل حاجة رمضان ده كان يوم الاربعاء بالليل. سهرت عليها لغاية يوم، يعني كان صباح الخميس، قعدت لغاية الصبح الساعة 8 الصبح او 7 الصبح بعمل في الحاجة. يلا بقى نلم بقى الزينة بقى كده. خلاص بقى رمضان للأسف مشي بسرعة، يعني أول يوم بدأ حسينا إن رمضان خلص. كانت أيامه حلوة الأيام دي. السنة دي كان حلو قوي، وكان السنة دي الجو فيه مختلف، كان الجو طراوة السنة دي، فعشان كده كانت الناس حابة قوي. حتى الأطفال، يعني أنا عندي لولو صامت أكتر من نص رمضان السنة دي أو نص رمضان. عشان خاطر كانت دخلت في الامتحانات وكده، وكانت في ايام بقى اليومين اللي جم حر بس، ده هم اللي فطرتهم، يعني صامت اكتر من نص رمضان. فالاطفال بصراحه كانوا فرحانين بيه قوي، وكلنا كنا فرحانين بيه. بس جري بقى بسرعه. وزي ما انتم شايفين بقى، لمينا بقى حاجات رمضان عشان خاطر السنه الجايه ان شاء الله نفرشها مع بعض برضو. انا بحب الم الزينه والم كل حاجه، فبحطها في النيش بحيث ان احنا نيجي في رمضان اللي بعده نفرشها ان شاء الله. لو هم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين السنه الجايه ان شاء الله. زي ما انتم شايفين بقى، لمينا بقى كمان لمينا البطاطين. انا لميت البطاطين عشان خاطر للاسف الوقت ضيق، مفيش بقى وقت ان انا اغسل البطاطين. احنا السنه دي كنا لغايه رمضان يوم الاربع، يعني انا بعمل معاكم الفيديو ده يوم الاربع بالليل بعد الفطار. حتى قلت بقى ايه، ما روقتش الاوضه دي وسبتها، قلت لما اجي من المدرسه ابقى اعملها عشان خاطر احنا كان عندنا امتحانات اليوم الاربع، احنا قضينا الشهر كله في المدرسة. كان عندي ميدو بيمتحن مهام أدائية، وبيمتحن قبلها امتحانات شهر، وجي في الآخر بقى امتحانات اللي هي تبع المدرسة، اللي هي بتاعت آخر السنة، بس ايه اللي هي زي الباك وفرنساوي تبع المدرسة. سبت بقى الشقة، قلت لما اجي ابقى اعملها بقى ايه وافرشها بالمرة. وزي ما انتم شايفين بقى كده، جينا بقى كده شلنا المشاية من على الأرض وكنسنا، وجيت بقى زقيت الكمبيوتر كده عشان أكنس من وراه برضو وامسحه. وبعد كده هو ايه، هنبدأ نمسح بقى الأوضة مع بعض عشان نفرش بقى ايه، ما يبقاش فيه تراب ولا فيه حاجة. حتى مسحنا الخشب بتاع الدولاب وبتاع السرير كله عشان ما يبقاش فيه تراب. حتى الشبابيك كده كده احنا منفضينها في رمضان، فبصراحة بقى ايه، قلت على العيد الجاي وعليكم خير ابقى اغسلها معاكم، عشان انا ايه، السنة دي صعبة قوي، يعني موضوع رمضان في المدارس ده صعب قوي مع الدروس مع كده. زي ما انتم شايفين بقى كده. هبدأ بقى افرش معاكم بعد ما خلصت الأوضة مسحتها ونشفت وكده. هبدأ افرش بقى معاكم. دي الستاير بتاعت ايه، انا يعني دي بقى لها سنتين عندي بفرشها الا في العيد، في العيد الصغير افرشها، واجي بعد العيد الصغير بشويه اروح شايلاها واخليها بقى العيد الكبير افرشها برضو في العيد الكبير، واجي بعد العيد الكبير اشيلها بقى. دي المناسبات بس. وزي ما انتم شايفين بقى كده، الملايات دي بقى انا بوريها لكم، دي ملايات جديده انا عاملاها لاوضه الاطفال. طبعا اي حاجه بتعملوها في الشقه بتحسوا بتغيير، بتحسوا بالعيد بقى بصراحه. او عملتها بقى خالته اللي عملتها لي، خالتي بقى بتحب تعمل ملايات وحاجات زي كده، هي بتعمل لنا يعني، وبتعمل نفسها ملايات وكده. فعملتها لنا بقى كده بكرانيش اهو زي ما انتم شايفين. انا بحب الملايات بكرانيش. بس عملتها السنه دي بقى ايه من ناحيه واحده، يعني انا السنه اللي فاتت كنت عاملاها من ناحيتين، وبتاعه اوضه النوم هي عاملاها لي برضو من 3 نواحي، يعني الكرانيش من 3 نواحي. بس السنه دي بقى بصراحه ما جبتش قماش كتير، فالدنيا غاليه، فجبت ايه يا دوب عملنا بس ايه كرانيش واحده صف واحد، او زي ما انتم شايفين بقى كده. وبعدين كده كده السراير ما بتتحطش في النص، هي ده مكانها، فهي حلوه ليها كورنيش واحد بدل ما نهلك قماش، والقماش كده كده غالي. يعني ده قماش العمريه المتر منه ب55 جنيه، فعلى ايه بقى نخليها بكورنيش واحد. وزي ما انتم شايفين بقى فرشنا السريرين كده. ولو وصلتوا لغايه هنا بقى ما تنسوناش بقى باللايك، تشجيع منكم. وكل سنه وانتم طيبين. اهو زي ما انتم شايفين بقى كده فرشنا بقى الملايه، وحطينا، انا حطيت خداديه واحده على فكره. كان السرير لو انتم متابعيني هتعرفوا انا كنت حاطه خداديتين على كل سرير، بس بصراحه حسيت ان هما حاجه تهمه قوي على السرير، فقلت لا هخليهم كل مخده
كل خداديه، كل سرير يعني يبقى عليه مخده وعليه خداديه واحده. كتير قوي خداديتين عليه بصراحه، خصوصا ان هم ايه الحجم كبير بتاعهم، فحلو بقى خليتهم خداديه واحده. وهبدا بقى كمان اهو زي ما انتم شايفين، دي السجاده اللي انا شايلاها الرمضان للعيد برضو، دي انا مخليها للمناسبات. زي ما انتم شايفين اللي عليها ميكي ماوس اهو. وجيت الف على المشايه السودا اللي هي الصغيره كده، قلت مشايه اجيب لها مشايه صغيره ما لقيتش، فجيت بقى زي ما انتم شايفين البتاع اللي هو الاخضر اللي انا كنت جايباه قبل كده ده، خيطته على مشايه، قلت ايه او تاخد وقتها ونبقى نجيب مشايه بقى. وزي ما انتم شايفين خلصنا بقى وفرشنا بقى كده اوضه الاطفال، وهنزل لكم بقى الريسبشن مع اوضه النوم لوحدهم في فيديو لوحده. وما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك، والسلام عليكم.